كيسي بتبقى واقفة في الحمام بالليل وبتخاف شوية لأنها بتسمع صوت مش طبيعي جاي من المراية، وفجأة بتفتح عينيها لقت نفسها متعلقة في السقف، وكانت شايفة نفسها وهي نايمة، ونايم جنبها ولد صغير شكله يخوف وبيدخل ايده وبيفتح بطنها عشان عاوز يطلع حاجة، وهي كانت عمالة تصوت. بس قبل ما يحصل كده الموضوع ابتدى معاها لما كانت في الغابة، شافت جوانتي واقع على الأرض فمسكته وبتبص وراها لقت الولد الصغير ده كان واقف وبيبص لها، وفجأة اتحول كلب وكان لابس قناع، القناع ده كان نفس شكل الولد الصغير. الكلب جري ودخل الغابة وهي مشيت وراه، بس الكلب اختفى وكان القناع بتاعه واقع على الأرض، وكان في حبل في القناع ومربوط في حاجة مدفونة تحت الأرض. قعدت تحفر عشان تشوف ايه اللي مدفون، بس فجأة لقت حاجة إزاز كده وموجود فيها جنين، وفتح عينه فجأة فهي اتخضت. وبعد كده كانت قاعدة في البيت عند جيرانها عشان عندهم ولاد صغيرين وهي بتاخد بالها منهم، بتتكلم مع رومي صاحبتها في التليفون وبتحكي لها على اللي حصل واللي شافته في الغابة، وطلع ان كل ده كان حلم. رومي صاحبتها بتفهم في الحاجات اللي مش طبيعية دي، وبتقول لها معنى الحلم اللي انت شفتيه ان في طفل او حاجة مش مفهومة بتتكون دلوقتي جوه بطنك. سمعت صوت جاي من الأوضة بتاعت ولاد الجيران فقامت عشان تشوف فيه ايه، ولقيت ماتي ماسك مراية وبيخلي اخوه الصغير يبص فيها، فبتقول له انت ايه اللي بتعمله ده؟ بس فجأة مسك المراية وضربها بيها، وبيقول لها جامبي لازم انه يتولد دلوقتي. بتبص له ومش فاهمة حاجة. جيرانها لما جم بيقولوا لها ان هي ما تزعلش من اللي ماتي عمله، وان ممكن ياخدوها للدكتور عشان تكشف على عينيها مطرح ما ضربها بالمراية، بس بتقول لهم ان هي كويسة ومفيش حاجة. وقبل ما تمشي كان ماتي واقف وبيبص عليها من فوق بصة تخوف، واول ما طلعت من عندهم لقيت نفس الجوانت اللي شافته في الحلم. روحت البيت وابوها بيقول لها ان هي تيجي تاكل معاه، بس بتقول له ان هي مش قادرة وعاوزة تطلع تنام، وقالت له تصبح على خير وسابته ومشي. دخلت الحمام بتغسل سنانها وبتبص على الجرح اللي في وشها، وبعد ما خلصت قفلت النور وهتمشي بس سمعت ان في صوت جاي من المراية بتاعة الحمام. رجعت تاني وفتحت الدولاب بتاع المراية عشان تشوف لو في حاجة موجودة جواه، بصت كويس ما لقيتش حاجة فاطمنت ودخلت نامت. لما صحت الصبح كانت بتحضر الفطار، واول ما كسرت البيضة نزل منها حشرة فخافت وخدت الكلام ده كله ورمته على طول، وعينيها جت على الشباك فلقت ماتي واقف تحت وبيبص لها نفس البصة بتاعته. كيسي قاعدة في الجامعة مع حبيبها مارك واصحابها وبتحكي لهم على اللي ماتي عمله، انه كان ماسك مرايه وبيخلي اخوه الصغير يبص فيها. فرومي بتقول لها ان الاطفال اللي لسه مولوده لما بيبصوا على نفسهم في المرايه معنى كده ان هم هيموتوا بعدها. قعدوا يضحكوا على الكلام اللي هي بتقوله، فبتقول لهم ان الكلام ده من الخرافات القديمه، يعني ممكن يطلع صح وممكن يكون غلط عادي. وبعد كده دخلت المحاضره، بس وهي قاعده جالها صداع وعينيها زغللت وما بقتش شايفه كويس، ولقيت ان مكتوب على السبوره نفس الكلام اللي كان ماتي بيقوله، مكتوب جامبي لازم يتولد دلوقتي. وبتلاقي الكلام ده مكتوب تحت بعض في الورقه اللي قدامها، وبيجي في دماغها صورة الجنين اللي كانت شافته والمراية اللي في الحمام، وبتلاقي نفس الحشرة اللي كانت في البيض ماشية على ايديها. أول ما شافت كده اتخضت ومشيت على طول ودخلت تاخد دش عشان أعصابها تهدى شوية. بيجي في دماغها نفس اللي شافته في الكابوس، بتبقى في الغابة وبتشوف القناع اللي الولد الصغير كان لابسه واقع قدامها على الأرض في نفس المكان. خلصت الدش وطلعت وقاعدة بتتكلم مع صاحبتها، بس صاحبتها عمالة بتبص لها جامد وشكلها شافت حاجة مش طبيعية. لقيت إن عينيها في واحدة منهم بقى لونها مختلف عن التانية. حبيبها خدها ووداها للدكتور عشان يكشف عليها، والدكتور حط لها حاجه في عينيها عشان يخليها مفتوحه، بس هي كانت خايفه. هو شاكك ان ده ممكن يكون نوع من انواع السرطان اللي بيجي في العين، وممكن تكون حاجه وراثيه ومفيش منها مشكله. فخد صور لعينيها عشان يفحصها بالكمبيوتر وبعد كده هيقدر يحدد. لابسه نضاره شمس وعينيها كانت بتوجعها شويه بعد ما الدكتور كشف عليها. بتقول له انا عندي ليك خبر حلو هيعجبك، ان ابوها النهارده هيبقى في الشغل ومش هيجي البيت، فممكن انه يجي معاها البيت ويقضوا اليوم كله مع بعض هناك. قاعدين في البيت ومارك بيتكلم معاها عن الموت، فبتقول له ان هي بتخاف من الموت قوي وما بتحبش تتكلم فيه، وده بسبب ان امها موتت نفسها، وهي كانت متعلقه بيها وبتحبها قوي، بس فجاه امها نفسيتها تعبت ودخلوها مستشفى للامراض النفسيه وموتت نفسها هناك. قامت ودخلت الحمام عشان تشوف عينيها، بس قبل ما تمشي سمعت نفس الصوت اللي هي بتسمعه على طول، والصوت ده دايما بيبقى جاي من ناحيه المرايه. فتحت المرايه ولقت في وشها الولد اللي بتشوفه على طول. اعصابها باظت ووقعت على الارض وخايفه جامد بعد اللي شافته ده. ومارك لما بيسمع صوتها بيجي عشان يشوف ايه اللي بيحصل، وبيفتح المرايه لكن ما بيكونش في حاجه. فكت بقى المرايه دي خالص وحطتها في الدولاب. الصبح كانت معديه من قصاد البيت اللي موجود فيه ماتي، ولقت ان اخوه الصغير مات بعد ما خلاه يبص في المرايه، وحصل بالظبط زي ما قالت صاحبتها رومي. وماتي كان واقف في الشباك وبيبص عليها. قعد مع الدكتور وبيسالها لو ليها اخ توأم، بس قالت له ان هي البنت الوحيده وملهاش اخوات. قال لا مستحيل، انت اكيد ليكي توأم، لان اللون المختلف اللي موجود في عينيكي ده حاجه ليها علاقه بالجينات الوراثيه
وبيبقى دليل ان ليكي اخ او اخت توأم. سألت ابوها لو كان ليها توأم وقال لها فعلا كان ليها اخ توأم. وامها لما كانت حامل فيهم الحبل السري بتاع كيسي لف على رقبته وموته. وسألته كان اسمه ايه، فقال لها ان ما كانش ليه اسم، بس هما لما كانوا بيحبوا يتكلموا عنه كانوا مسمينه جامبي، واول ما سمعت الاسم ده خافت. بتحاول تشوف اي حاجه تخليها تفهم موضوع اخوها اللي مات. ماسكه البوم صور قديم وبتبص على صور امها اللي موجوده فيه، ولقت ان المكان الفاضي ده كان فيه صوره ليها لما كانت لسه مولوده وعندها اسبوعين، بس دلوقتي هي مش فاهمه ليه الصوره دي اختفت من الالبوم. ولقت ورقه كان مكتوب فيها خبر من ايام الحرب العالميه الثانيه، وكان مكتوب اسم واحده اسمها صوفي. ولقت صوره لامها وهي حامل فيها، وخدت بالها ان نفس الولد اللي بتشوفه كان واقف في الصوره دي. خدت صاحبتها معاها وراحوا دار المسنين اللي صوفي موجوده فيه، عشان هي حاسه بدل امها كانت شايله الورقه اللي مكتوب فيها اسم صوفي، يبقى اكيد صوفي دي تعرف تفاصيل اكتر عن اللي حصل. دخلت وسالت عليها، والموظفه قالت لها ان هي موجوده في الدور الثالث. طلعوا فوق ورومي بتقول لها ان ريحه المكان وحشه شويه. لقوا قدامهم راجل عجوز كان قاعد على كرسي متحرك، ورومي لما شافته خافت وبتقول ان نفسها ما تكبرش في السن عشان ما تبقاش عجوزه زيه كده. صوفي سمعتها وردت عليها بتقول لها ان مفيش حد نفسه يكبر في السن، وبتقول لهم ان الراجل العجوز ده اسمه وولكر، وحصل له موقف صعب شويه فجاله شلل نصفي وما بيقدرش يمشي خالص، بس هو مش حاسس باي حاجه من اللي بتحصل له لان عقله مش معاه وموجود في مكان تاني. كيسي خدت بالها ان كان في مرايه على الحيطه بس مش موجوده. صوفي بتقول لها ان هي ما كانتش حابه المرايه دي تبقى موجوده، فطلبت منهم ان هم يشيلوها. صوفي سالتها لو ليها توأم، فكيسي قالت لها كان ليا اخ توأم ومات قبل ما يتولد. وسالتها انت عرفتي ازاي ان ليا توأم؟ صوفي قالت لها ان هي كمان كان ليها توأم وبتقدر ان هي تحس باي توأم تاني. وريتها صوره امها، بس صوفي قالت لها ان هي ما تعرفهاش. قالت لها طب انت تعرفي اي حاجه عن الولد اللي بان في المرايه ده؟ اول ما شافته جسمها كله حصل فيه تشنجات، وطلبت منهم ان هم يسيبوها ويمشوا. مارك بيوريها فيديو قديم لمكان مش طبيعي، والبيبان عماله بتتفتح لوحدها وبيحصل فيه حاجات مش مفهوم. بتقوله ان المكان اللي في الفيديو ده دي المستشفى النفسيه اللي امها ماتت فيها، وهي ماتت في نفس الاوضه اللي الباب بتاعها كان بيتفتح لوحده في الفيديو. نزلوا سهرانين في مكان عشان كيسي تطلع شويه من القلق اللي هي فيه. حست ان هي تعبانه وما بقتش شايفه كويس، وفجاه شافت نفس الولد ده في وشها. دخلت الحمام وكانت دايخه، بس فجاه لقت الحمام كله اتملى حشرات، والحيطه بتتكسر عليها وحشرات كتير عماله بتطلع منها. وامها الميته فتحت باب الحمام وطلعت، وكان منظرها وحش قوي. قاعده على الارض وبتصوت. اصحابها سمعوها وجم، بس ما كانش في اي حاجه. الحمام بقى طبيعي تاني. لما وصلت البيت رومي كانت بتتكلم معاها عشان تطمن عليها، وبتقول لها انت شكلك تقلت في الشرب شويه، واللي شفتيه ده كله مجرد هلاوس. وهي نايمه فتحت عينيها لقت نفسها متعلقه في السقف، وبص على جسمها اللي نايم على السرير، ونايم جنبها الولد الصغير، وبيدخل صوابعه جوه بطنها وبيفتحها، وهي عماله تصوت بس مش قادره تعمل حاجه. صحيت من النوم وطلع ان ده كان حلم، وبصت على بطنها لقيتها سليمه ومفيش حاجه. صوفي كلمتها وقالت لها ما تزعلش عشان اللي حصل في اليوم اللي اتقابلوا فيه، وبتقول لها ان هي فعلا كانت تعرف مامتها وعاوزه تشوفها دلوقتي عشان تحكي لها على حاجات مهمه. اتقابلوا وبتقول لها ان هي تبقى جدتها، والولد اللي بتشوفه في المرايه على طول ده يبقى برضه اخو جدتها التوأم، وان هما كانوا محبوسين في مكان ايام الحرب العالميه الثانيه، وكان في دكتور هناك بياخد التوائم ويجرب عليهم حاجات، والتجارب اللي كانوا بيعملوها دي مفيش اي حد يستحملها، وهم كانوا بيعملوا كده عشان متاكدين ان في سر في جسم التوائم، وهم عاوزين يعرفوا ايه السر ده. وحطوا حقنه في عين اخوها بارتو عشان كانوا عاوزين يغيروا لون عينيه، واي حد كانوا بيعملوا عليه التجربه دي كان بيتعمي، بس اخوها ما استحملش ومات. وبعد يومين صحي من الموت تاني، بس ده ما كانش اخوها، دي كانت روح ملعونه بتاعت واحد واستغل جسمه عشان يجي للدنيا تاني بعد ما مات. وصوفي موتته، فالشيطان اللي كان واخد جسمه ابتدى انه يشوف توأم تاني، لان هو عشان يجي للحياه بيستغل جسم التوائم، وقبل ما يدخل في جسم الانسان اللي هو اختاره بيدخل الاول في جسم اي كائن ضعيف، زي ما دخل جسم الكلب اللي هي شافته والحشرات اللي كانت في المطبخ. وبتقول لها ان هو كان عاوز ياخد جسم اخوك التوأم اللي مات، ولما معرفش يعمل كده فهو دلوقتي عاوز ياخد جسمك. قالت لها على الكتاب ده فيه طريقة عشان تموت بيها ديبوك اللي هو الشبح أو الشيطان اللي هي بتشوفه، وبتقول لها إن في واحد اسمه جوزيف ده هيساعدك عشان تموتي الشيطان وتخلصي منه. راحت المكتبة ولقت الكتاب القديم اللي هي قالت لها عليه. خدت الكتاب وقابلت جوزيف، بس بيقول لها الكلام اللي انت بتقوليه بتاع الأشباح وكده ده كلام فاضي، والناس زمان كانوا بيصدقوا في الحاجات دي عشان كان لسه ما اكتشفوش الأمراض النفسية. وقال لها إنه مش هيقدر يساعدها، بس قبل ما تمشي طلبت منه إنه يقف معاها وما يسيبهاش عشان لو ما عملش كده فهي
هتموت. وفي البيت كسرت المرايات كلها زي ما صوفي قالت لها، وبعد كده حرقت كل الازاز اللي اتكسر ده ودفنته في الجنينه. رومي كانت ماشيه بالعربيه بتاعتها عشان تقابل كيسي، بس فجاه لقت ماتي في وشها وخبطته، ولما نزلت عشان تطمن عليه فلقيته بيقول لها ان الشيطان بيطلب منها ان هي ما تساعدش كيسي، ولو عملت عكس كده فهيموتها. واول ما سمعت الكلام ده خافت منه وخدت العربيه بتاعتها على طول ومشيت من المكان. كيسي لما شافتها طلبت منها ان هي ملهاش دعوه بالموضوع وتبعد عنها عشان خايفه عليها احسن يحصل لها حاجه. بس رومي قالت لها انا صاحبتك واقرب حد ليكي ومش هسيبك خالص. نامت وحلمت بالمستشفى اللي كانت شافتها في شريط الفيديو القديم. امها كانت قاعده في الاوضه بتاعتها في المستشفى، بس لما دخلت عليها وابتدت تقرب منها اتحولت لكائن شكله بشع جدا، ووقع من ايديها البرطمان الازاز اللي كانت ماسكاه وكان فيه الجنين واتكسر على الارض. صوفي صحت من النوم وحاسه بحاجه مش طبيعيه، فقامت عشان تشوف ولقت ان وولكر الشيطان سيطر على جسمه وكسر رقبته وحوله لوحش واستخدمه انه يموت صوفي. كيسي شافت صوفي ميته وكانت زعلانه وعماله تعيط، وقبل ما تمشي المديره بتاعه المكان اديتها جواب صوفي كانت سايبهولها، وكاتبه لها ان الشيطان ده هيفضل يأذي الناس كلها اللي هي بتحبهم لحد ما يوصل لها، وبتقول لها كمان انت الوحيده اللي هتقدري تخلصي منه. جوزيف قاعد وبيشوف في الكتاب القديم اللي كيسي سايبهوله، ولقى ان الشيطان لما بيسيطر على كائن ممكن انه يكسر رقبته ويلفها يخليها معكوسه. سمع صوت ولما نزل لقى نفس اللي شافه في الكتاب، لقى قدامه كلب ودماغه كانت ملفوفه. كيسي كانت بتتكلم مع رومي، ولما بصت في اللابتوب كويس شافت ان الشيطان واقف في المرايه عند رومي وبيبص لها. الشيطان جه لرومي وهي واقعه على الارض وبيقول لها انت لازم تموتي وبوابه الاشباح مفتوحه دلوقتي. جت هي ومارك عشان يلحقوا رومي، بس خلاص الشيطان كان سيطر على جسمها وموتها. كيسي قابلت جوزيف ومعاهم ناس تانية، وهم دلوقتي موجودين في المصحه النفسيه اللي امها كانت موجوده فيها، وهم بيحاولوا يجيبوا الشيطان في المكان ده عشان يخلصوا منه. دخلوا الاوضه اللي ام كيسي موتت نفسها فيها وربطوا كيسي وبيعملوا طقوس معينه، وفجاه الشيطان جه وعمال بيموت في الناس اللي موجوده ومسيطر على جسم مارك ومخليه ماسك كيسي وهيموتها، بس بتقدر تضربه بالسلسله اللي كانت لابساها وتفك نفسها. وهي وجوزيف بيقروا التعويذه وبيخلوا الشيطان يسيب جسمه، وبتروح له عشان تشوفه بس بيموت بين ايديها. واكتشفت ان هي حامل من مارك وفي توأم في بطنها، وافتكرت كلام ماتي لما الشيطان كان في جسمه وبيقول لها ان جامبي لازم يتولد دلوقتي، وكده يبقى الشيطان هيستغل جسم التوأم ده تاني عشان يجي للحياه. هتلاقيني سايب لك اسم الفيلم وكل التفاصيل في اول تعليق. اشترك في القناه وفعل الجرس، واحلى سلام عليك يا بشواتي.